ايه ده؟ مش معقول! ايه ده؟ انا مش متوقعه ولا متخيله ان انا لما اجيب البيض كده واحط عليه البيبسي بدل ما اشربه ابتدي ان انا احطه على البيض بالشكل ده. النتيجه صدمه بالنسبه لي، اتصدمت انا وولادي فيها بجد. لا مش ممكن، حلت لي مشكله كانت دايما بتفشل معايا. يلا بينا ندخل ونشوف لما نحط البيض على البيبسي ايه اللي هيحصل. يلا بينا. واول حاجه معانا في الشفشق بتاع الخلاط هبتدي انزل باربع بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، وكمان كوبايه من السكر، واتنين باكت كده ظرفين من الفانيليا. هنزل بيهم واضربهم كويس جدا في الخلاط. لو ما عندكيش خلاط ابتدي ان انت اضربيهم كويس بالمضرب العادي اللي هو السلك او الويسك. ابتدي ان انت اضربيهم بايديكي عادي في اي بوله عندك، هيتضربوا معاكي لحد ما السكر يدوب معانا تماما. وتعالوا بقى هنا دلوقتي هنجيب كده كوبايه من البيبسي، وهبتدي ان انا اخد نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها السكر هعاير بيها البيبسي وبقيه المكونات بتاعتنا. هحطها كده في الخلاط وهو شغال، وهبتدي كمان انزل بعد كده بنص كوبايه من الزيت واضربهم. ولما احط بقى المكونات دي مضربش تاني كتير. هبتدي بقى دلوقتي انزل بنص كوبايه من الكاكاو الخام، اضربها كويس جدا لحد ما الكاكاو يبتدي ان هو يدوب. ويا ريت بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. انتوا ما بتعملوش لايك ليه؟ ويلا بسرعه انزلوا تحت كده اكتبوا لي دعوه حلوه من قلبكم. دلوقتي بقى شلت كوبايه كده من خليط السائل اللي احنا عملناه، هنحطها على جنب ودي هنستخدمها بعدين. هنا بقى في بوله ابتديت اجيب كوبايتين الا ربع من الدقيق، دخلتهم كويس جدا جدا. وهبتدي احط كمان عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه بسيطه من الملح، وهقلب بقى المكونات الجافه دي. وهنزل بقى بباقي الخليط اللي احنا سايبينه مع بعض في الخلاط، اللي لو فاكرين احنا شلنا منه ايه كوبايه وهنستخدمها في اخر الفيديو معانا. هقلب بقى الخليط كويس جدا، هقلبه كده في اتجاه واحد واقلبه كويس جدا. وزي ما انتم شايفين اللون حلو جدا جدا، والقوام بتاع الخليط بتاعنا بصوا خطير، ولا منه تقيل ولا منه خفيف. قلبت بقى لحد ما لقيت مفيش اي تكتلات معايا في الخليط. ابتديت ان انا اجيب قالب عندي كده دهنته بالزيت، وابتديت اعفره بتعفيره كده من الدقيق وابطنه، وابتديت ان انا احط فيه الخليط كله. وببتدي ان انا اظبط كده الخليط وادخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد معانا بالظبط نص ساعة. وبعد بقى ما دخلتها هبتدي اجيب الخليط اللي احنا شلناه السائل واحط عليه معلقة كبيرة من الشوكليت شيبس، وممكن اي نوع شوكليت انت حباه، وبحطها في الميكروويف لمدة 4-5 ثواني كده تسيح بقى معانا. وادي بقى الكيكة بتاعتنا بصوا طلعت بصوا خطيرة، بصوا شكلها عامل ازاي. سبتها تبرد شويه وبعدين ابتديت ان انا اقلبها بصوا بالشكل ده. عايزه اقول لكم فظيعه يا جماعه، فظيعه. بصوا قوامها حلو جدا، ما توقعتش ان البيبسي يخلي الكيك بالشكل ده. جبت بقى الصوص اللي احنا سيبناه على جنب ده، بصوا ابتديت بقى انزله كده على الكيكه. خطيره. عايزه اقول لكم الولاد بجد اتصدموا وما بقوش مصدقين ان هي بالجمال والحلاوه دي. بصوا فظيعه. ومن جوه بقى بصوا خطيرة خطيرة، مش قادرة احكي لكم. عاملة والله عاملة طعمها كده كأنها تورتة جاتوه. طعمها خطير خطير بجد. الكيكة من جوه بقى هقطع لكم حتة دلوقتي تشوفوها، مفرغة بقى من جوه كده وهشة وجميلة جدا جدا. حطيت بقى هنا بصوا شوية سوداني كده، طبعا دي اضافة، انتوا بقى حابين مش حابين تقدروا براحتكم. وجبت بقى قطعتها كده بالشكل ده. بصوا بصوا بقى الجمال والحلاوه بتتقطع بصوا سوفت كده طريه، وبصوا جميله جميله جميله. بصوا بقى من جوه مفرغه ازاي، بصوا الجمال. بجد البيبسي طلع وهم يا جماعه وخيال، جربوها بجد هتعجبكم جدا. البيبسي بصوا بصوا مفرغه ازاي من جوه، بصوا خطيره. عمر الكيكه ما هتفشل منك تاني. حطي بس كده الكوبايه البيبسي عليها تبقى خطيرة. هنا بقى قلت لا لازم بقى اجيب كده كوباية بيبسي اشربها بقى جنب قطعة الجمال ده، عشان بجد طعمها تحفة تحفة بجد خطيرة. تقدروا تعملوها بكل سهولة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. والله بجد احلى من ما تجيبي حتى جاتو او تورته. بجد طعمها خطير وسهلة وبسيطة ومكوناتها اقتصادية وبسيطة جدا. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم ايه. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير.